السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة تضغطي لايك وما تنسيش فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا ان شاء الله. النهاردة هنعمل طريقة التومية السوري. ان شاء الله هتبقى زي المطاعم واحلى من ايدك طبعا. طريقة سهلة يعني وخفيفة. جبت هنا كده كزرونة ومعلقتين نشا ومع كوباية مية. حطيت كده النشا في الكزرونة وحطيت كده عليها المية وقعدت اقلبهم قبل ما احطهم على النار. اديهم كده قلب قبل ما احطهم على النار عشان ايه؟ يعني احطهم على النار ما تبقاش كتل يعني. افضلي كده قلبي فيهم متشيليش ايدك من عليهم. هتطلع ان شاء الله احلى تومية يعني وزي بتاعت المحلات بالظبط. اهو افضلي كده قلبي فيهم. في ناس طبعا بتعملها بالبطاطس، انا الاول كنت بعملها بالبطاطس بس جربت دي لقيتها يعني احلى واسهل. كده تجلو اهو. افضلي برضو كده قلبي فيه لحد ما يبقى السمك اللي عايزينه يعني. اهو كده تمام. اول ما تحسيه يعني بيطلع بمفقاع كده من فوق وطي عليه عشان ايه ما يتقلش يعني زيادة عن اللزوم وما يتحركش معاكي. طبعا هو لسه هيتحط في التلاجة فهيتقل اكتر. شايفين السمك يا جماعة؟ ما تقولوش كده خفيف لانه لسه هيتحط في التلاجة يعني يبرد ويتقل. حطيته كده في طبق كده نظيف اهو قدامكم. ما تنسوش يا جماعة اعملوا لايك عشان ان شاء الله يعني عيلتنا تكبر بيكم ونعمل لكم حاجات احلى تعجبكم يعني مننا ان شاء الله. كده بعد ما طلعته من التلاجة سبته يعني نص ساعة كده بس. جبت كده عندي كبة حطيتهم كده اهو زي ما شايفين يعني. شايفين تجلي ازاي يا جماعة؟ زي المهلبية بالظبط، هي مهلبية اصلا يعني. اهو انا بجرب لكم اهو. حطيت كده 4 فصوص توم كده كبار حلوين. كده هحط كده 4 معالق من الخل اهو. حطيت كده 4 معالق خل واحط كده ربع كوباية من حليب السائل يعني العادي اهو. واحط كده معلقتين مايونيز كبار. طبعا المايونيز بيديله طعم زي بتاع المحلات طبعا اهو. جبت كيسين يعني لو عندك علبة ماشي براحتك. وحطيت شوية من الملح، معلقة صغيرة مثلا بس. هضربهم كده افرمهم كله كده في الكبة اهو. افرمهم كده في الكبة معاكم. جبت كبتنا الحلوة يعني الجميلة دي اللي مساعدنا في كل حاجة يعني. والله من غيرها مش عارفة كنا هنعمل ايه بصراحة في البصل والفلفل يعني وكده اهو. بعد ما كده ما ضربتهم اهو شايفين السمك يا جماعة؟ طبعا هتحط برضو في التلاجة وهتتقل معاكم لان لسه عشان فيها نشا اهو. طعمها تحفة يا جماعة والله. عملت كده معاكم عيش سوري اللي عملته. اللي عايزين تشوفوا طريقته انزلوا تحت في الفيديوهات هتشوفوا طريقته. ومع السلامة.